9 عبادات لا يمكن تتركيهم وما يفوتوكيش ابدا في ال10 بتوع ذي الحجه، ما يعديش يوم من غيرهم. افضل ايام السنه ديت احرصي ان كل يوم انت بتعملي الحاجات دي. ليه؟ عل تصيبكم منها نفحه. ده احنا عايزين ديت بس اهو، لا احنا مش عايزين ديت بس، احنا طماعين عايزين كل حاجه يا رب. فلا تشقوا بعدها ابدا، مش هنشقي ابدا وتبقوا من السعداء ولا نخش نار ولا وتبقوا مع النبي. ايوه كل حاجه بقى، كل حاجه. ال9 اول حاجه توبه الى الله. كل يوم كده انوي ركعتين ان شاء الله، حتى اي نفل من النوافل انوي ركعتين توبه. توبه منين؟ من الغفله، من التقصير. غيرنا مش عايزه اقول لكم السنه اللي فاتت اهو بدايه توبتها، اللهم بارك، وباديه في القران، اللهم بارك دلوقتي في سوره الحجر. الله ما شاء الله خلصتي، والنحل والقصص داخله الحمد لله. احنا فين بقى؟ يعني لا حول ولا قوه الا بالله. الناس بتقفز لله عز وجل قفزات ايمانيه جميله وعاليه جدا. توبه، بتوب في ايام مباركه اهي وفي شهر حرم. ايه اصلا مطلوب مني؟ فلا تظلموا فيهن انفسكم. فاكرين حلقه امبارح؟ ارجعوا لها تاني، رجعوا لحلقه امبارح تاني، مهمه جدا. ظلم النفس ان انا اعمل السيئات اللي هاخد عليها استغفر ان شاء الله مش احنا، الجزاء مضاعف ومطالب فيها مضاعفه الاجور من الاعمال الصالحه والحسنات. اوعى تظلم نفسك. طب نتوب من ايه يعني احنا بنعمل ايه يعني؟ احنا ناس كويس؟ لا 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 لا، نتوب من التقصير. اقول لكم الصلاه، اتكلمنا عن الصلاه امبارح، تاخد فيها 100 من 100 و10 من 10. طب تأثيرك في النوافل السنن ايه اخبارها؟ 4 قبل الظهر و2 ولا 4 و4 قبل بعد الظهر؟ حرم الله جسده على النار. ايه الوضع يعني؟ نوافل والسنن ليه سايبينها؟ ده هي دي اللي بترقع ثوب الصلاه. يجي كده ان شاء الله يا رب، مش احنا قولوا امين ونجي بتوبه جميله واتواب كتيره 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 الايمان، قولوا امين. ما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فان احببت كنت سمعه الذي يسمع. عمرك ما تسمع حاجه تغضب ربنا. وكنت بصره الذي يبصر به، ويدي التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هو خلاص بقيتي عبد رباني، خلاص كلك ربنا. بايه؟ بالنوافل. الله، يبقى دي اول عباده توبه. اصلي ركعتين انويها بقلبي. المهم نتوب دايما كده. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيستغفر ويتوب في اليوم 70 مره. وهو مين النبي يعني؟ غفر له متقدم من ذنب. احنا ده احنا مساكين. طيب تاني عباده الصيام. احنا طبعا امبارح ردينا على شبهه الصيام، اللهم بارك. مش عشان كده يا ست نويها عمل صالح. نويها عمل صالح. لا عدل له، عليكم بالصيام فانه لا عدل، ما فيش حاجه توازي الصيام. كل عمل ابن ادم لا الا الصيام فانه لي وانا اجزي بتاع ربنا. استغفر الله، بتاع ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم يوم عاشوراء و9 من ذي الحجه و3 من الاشهر، من 3 ايام من كل شهر، واول 2 واول خميسين. وقلنا حديث صححه الالباني. انا ماشيه بالحديث، ضعيف خدت بيه فضل، مش سنه اعملها كانه عمل صالح. طلع ده انا اللي محتاجه الثواب. انا ناقص حد يجي يقول لي كده؟ احنا اللي محتاجين الثواب. ثالث عباده الذكر. الذكر، والنبي عليه الصلاه والسلام زي ما قلت لكم امبارح حدد لنا ذكر التكبير والتسبيح والتهليل والتحميد، الاستغفار. يلا الله عز وجل قال ايه؟ ليشهدوا منافع له ويذكروا اسم الله في ايام ايه؟ معلومات. هم الايام دي. يبقى ايه؟ يبقى الذكر. وما من ايام اعظم عند الله عز وجل ولا احب اليه العمل فيهن من هذه الايام العشر. فاكثروا فيهم محدد التهليل، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر، والتحميد ان انا اكبر في ادي ال3. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، 3 لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر لله الحمد. وقلنا احمد واحس بالحمد، لك الحمد يا رب، لك الشكر يا رب على كل نعم. حتى لو انت شايف قول الحمد، انا يقيني في انك يا رب هتجبرني وهتنجيني من اللي انا فيه. ادعي. والتهليل لا اله الا الله، لا معبود في قلبك الا الله. والتكبير هو اكبر واعظم، وما دون الله قد كده ذر صغير. طب رابع عباده تلاوه القران. لو عاوز بقى اسمع. احنا اتكلمنا في القران كتير، بس برضه نكلم لعل الله سبحانه وتعالى يفتح بنا القلوب. قولوا امين. لو عاوز فعلا تجاره مع ربنا لن تبور، عليك بالقران، تلاوه وحفظ وتدبر وعمل به قدر المستطاع. افهم القران، الفاظ القران، سبب النزول، معنى الكلمات ايه. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه، مين دول؟ يرجون تجاره لن تبور. يلي عندك ما عندكش تجاره في الدنيا شبه حالاتنا مش مشكله، عندك مش عارفه ما عندكش اسهم، ما عندك تجاره لن تبور، القران. يبقى ما ينفعش يوم يعدي من غير الكلام ده. 5 عباده صله الرحم. الو يا جماعه،
ها عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين، السلام عليكم، عايزين حاجه؟ من الامور الواجبه اصلا حكما صله الرحم، واجرها عظيم جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا ايها الناس افشوا السلام، يعني السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، واطعموا الطعام ان شاء الله لو بفضل، زود المرأة وطلع طبق، ها اي حاجه، وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام. لازم نصل الارحام، تدخلوا الجنه بسلام. النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الرحم معلقه بالعرش، تقول من وصلني وصلته، ربنا وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. يبقى نكتر بقى من السؤال عليهم وتفقدهم، ونشوف ونكفلهم محتاجين حاجه ان شاء الله ندعي لهم. يعني ما بيسالوش، ولا ما ليس الواصل بالمكافئ. ومين قال لك ان انت هم عشان انت بتسال فهم ما يسالوش؟ ولا الف نهار مبروك. يلا انا بعمل ده حسبة لله، يعني يزداد رزقه ويطول عمره وصل رحمه. عايز الاثنين دول، صل رحمك، رزقك يزداد وربنا يطول في عمرك ويبارك فيه. ما بيسالوش، مش مهم، ما يستاهلوش، ما حاجه مش مهم، المهم انت بتعمل ايه. وده اللي من الاحسان من العباده، ما انتظرش الخلق هم يعملوا معايا ايه، لا انا اعمل والله سبحانه وتعالى حسبة لله، اطع الله فيهم. اشتعصوا ربنا فيك، انت اطع الله فيهم. سادس عباده الصدقه. والصدقه بقى وقت الحاجه ووقت الشده، وتفقد الناس اللي كده. افضل العبادات التطوعيه ليه؟ لانها متعديه للغير، مش نافعه عليك بس، ده على الغير، وخصوصا في الايام دي. العلماء قالوا ان العباده التطوعيه دي الخاصه نفعها قصر عليك، انا بصوم لنفسي بعمل لنفسي. اما الصدقه وعلى الناس المحتاجه او الجياع والفقراء او في المساكين، نفعها نفع متعدي لك ولغيرك. واللي كان نفع متعدي فهو افضل في الاجر من النفع القاصر عليك لوحدك. اجر دي من الاجور المضاعفه ومن الاعمال الصالحه المضاعفه للانسان. احنا عايزين كده، انا عايزاك تبقي ذكيه. اخد الثواب الحسنات المضاعف منين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقه، وقالوا يا نبي الله ومن لم يجد؟ قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قال فمن لم يجد؟ قال يعين ذا الحاجه الملهوف. طب اللي محتاج حاجه، عايز يشيل حاجه، عايز يعمل حاجه، عايز كده اساعدك بحاجه، اتصل لك بحد اعمل لك حاجه، قضاء، يعين ذا الحاجه الملهوف. فقالوا فإن لم يجد؟ قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، يبعد شره بس عن الناس، فإنها له صدقة. هو ده الخير. لكن قاعد بقى يعني لا منك بتعمل خير ولا منك سايب أذاك عن الخلق، لا، نعين الناس. سابع عبادة قيام الليل. ما ينفعش يتساب، ما ينفعش يتساب قيام الليل نهائي. احنا عندنا حلقات كتيرة في قيام الليل، ارجعوا لها. عايز قلبك ينور قيام الليل، عايز وشك ينور قيام الليل، عايز ربنا يرزقك الفراسة قيام الليل، عايز جوارحك ما تعصكش في تاني يوم قيام الليل، هتمنعك ثقيلة عن المعصية، اصل انت كنت لسه حديث عهد بالله. عايز نور في القلب ونور في الوجه ونور في اللسان وكلام، وربنا يسددك قولك وفعلك ونيتك، عليك بقيام الليل. عايز نور في القبر قيام الليل، عايز شفاعة على الصراط قيام الليل، هو بيعديك اصلا، خلكش تقف كتير على الصراط. أصحاب قيام الليل دول هم أحباب. كذب من ادعى محبتي فإذا جن الليل نام عني. لا لا. تامن عبادة إن أنا أتفكر في الأيام دي فيها إيه العبرة والعزة من قصة سيدنا إبراهيم زي ما شرحناها، ونشرحها كده لأولادنا الصغيرين، ونقول إيه اللي طالع منها؟ التوكل واليقين بالله وحسن الظن في الله والسمع والطاعة، كل الكلام ده، كل الكلام ده، وأعظمها اليقين وأعظمها الإحسان. طيب، تاسع عبادة ما تفوتكش أبدا أبدا، كل يوم بتعمل الحاجات دي، الدعاء. أنت عندك كل يوم دعاء كده مخصص كده، أدعية اللي بتوع العشر، بخلاف دعاء يوم عرفة هنتكلم عنه إن شاء الله. يوم عرفة ده له أدعية خاصة ومخصوصة. الصحابة كانوا بيستنوا من السنة للسنة يوم عرفة عشان يحطوا الأدعية بتاعتهم كده ويقعدوا يقولوها. دعاء مستجاب، أيوه. وما عهدنا، أنا بقول لكم أهو، والله أنا بقول لكم أهو، قولوا ربنا. أهلا سمير قاري كده، ما عهدنا على الله سبحانه وتعالى دعاء ادعى في أيام العشر أو يوم عرفة ولم يستجاب. أنا بقول لكم أهو، بيستجاب ولو بعد حين أو بوقته أو بمعلومه أو بمقدوره، المهم بيستجاب. الصحابة كانوا بياخدوا كده أدعية العام يحطوها كده في لستة كده ويقعدوا يدعوا بيها. ليه؟ عشان مستجاب. هنعمل يوم عرفة إن شاء الله، إن شاء الله أطلع لكم بس مباشر يوميها. المهم إن اليوم ده
انت محضر. طب وبقيه الايام طبعا انا بقول اذا كنت بعمل عمل صالح وادعي، اعمل عمل صالح وادعي ان شاء الله انوي فيه الاخلاص والقبول، وانوي فيه كذا وانوي فيه كذا، والله سبحانه وتعالى ايه يكرمني فيه. اللهم امين. ادعو الله سبحانه وتعالى يمن علينا وعليكم بفضل وبركه هذه الايام المباركه الصالحه، ان يا رب يجعل يا رب ثواب العشرة في ميزان حسناتنا، ويكتبنا يا رب من السعداء، ويمحونا ان كنا من الاشياء، استغفر الله مش احنا يا رب، يمسحنا ويكتبنا من السعداء، وان ربنا يرزقنا يا رب معيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه، ويجعل يا رب قلوبنا يعني قلوب ربانيه منيره احنا واولادنا، ويصلح حالهم. قولوا